هي مسودة مشروع اتفاق سلام أخرى تعرض من جديد على طرفي الصراع في مالي بغية إيجاد مخرج نهائي للأزمة الشائكة في شمال البلاد. مسودة قالت بشأنها تنسيقية الحركات الأزودية المناهضة لحكومة باماكو بأنها لم تتطرق إلى جوهر المشكلة الحاصل ولم تلبي المطلب الرئيسي لشعب أزواد والمتمثل أساسا في حكم فيدرالي بكامل الصلاحيات السياسية والأمنية. مسودة اتفاق لا تعترف بإقليم أزواد كإقليم جغرافي وسياسي، تعترف به يعني حقيقة ثقافية لها شعب ثقافية وإنسانية وتاريخية، ولكن لا تعترف به كإقليم سياسي وجغرافي وله شعب عليه. نحن ما نطالب، ونحن عندنا مشكلة في أزواد لابد لها من حل يخص بها، إعادة نظام الدولة المالية أو هيكلة الإدارات في المالية من اللامركزية إلى قضية ولايات، هذا شيء تغيير نظام عام للحكومة المالية. وإن كانت المسودة التي جاءت تتشكل من 30 صفحة تقترح في الاتفاق تشكيل مجالس إقليمية منتخبة يقودها رئيس ينتخب بشكل مباشر وتعطي المزيد من التمثيل لسكان المناطق الشمالية في المؤسسات الوطنية، معطيات حسب التنسيقية لم تحمل الجديد في طريق حلحلة الأزمة، بل اكتفت بسرد الأمور التقنية والتوقف فقط عند العموميات في بنود المشروع. ولكن نطالب بشيء يخصنا، يخصنا نحن في أزواد، في إقليم أزواد، نحن من حملنا السلاح، نحن من حارب وقاتل، ونحن من شرد شعبه إلى الخارج، ونطلب شيء أن يكون لنا حق في تسيير شؤوننا، حق ما قليل أو كثير في الحقيقة. هذه مطالبنا، نحن لسنا ضد وحدة التراب المالية ولسنا ضد سيادة الدولة المالية. هي تطورات جديدة في مسار الجولة الخامسة والحاسمة من المفاوضات التي ستزيد لا محالة من تعقيد الأمور لدى فريق الوساطة نحو التوصل إلى حل نهائي يضع حدا للغة السلاح. فاليوم الكرة في مرمى طرفي النزاع في وقت بات فيه لزاما على الحركات الأزودية الست وحكومة موديبو كيتا تقديم المزيد من التنازلات في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل يوقع على أرض مالي ويخرج البلاد من دوامة الحرب والاقتتال.